عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. الفيديو بتاع النهارده مفيهوش اي مجاملة، مفيهوش بقى ولا خيار ولا فقوس. الفيديو بتاع النهارده هحكي لكم كل حاجة بحكم تجربتي الشخصية في شغل للمصرية للاتصالات او شركة وي. هقول لكم كل حاجة، ازاي تقدموا، المرتب كام، بتشتغلوا ازاي، ايه الشروط، كل حاجة من اول ما هتروح تقدم لحد لما هتنزل في الفرع. هقول لكم المزايا، هقول لكم العيوب، بحكم ان انا اشتغلت هناك فتره، فانا هحكي لكم كل حاجه حصلت وايه اللي خلاني امشي من الشغل. فلو انت مهتم ان انت تشتغل في المصرية للاتصالات او شركه وي او اي شركه تانية في نفس المجال، فالفيديو ده ليك. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس اللي عايزه تشتغل في المصرية للاتصالات. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه واول سؤال هيتسال لي: يا ياسمين نقدم ازاي؟ بص، انت عندك حاجتين: يا تروح تقدم في الفرع يا بتروح لوكيل. يعني ايه؟ يعني انت بتعمل السي في بتاعك وبتروح تقول للناس اللي في الفرع: يا جماعه والله انا محتاج ان انا اشتغل معاكم وده السي في بتاعي. في حين ان الناس بيحتاجوا ناس يشتغلوا معاهم او يعني بيبقى في نقص في العماله في الفرع، بيكلموك، بيعملوا ريفرش كده للسي في اللي موجود في الفرع، وبيشوفوا انسب حد وبيبعتوه للاداره والاداره بتتواصل معاه. طيب لو انا مش عايزه اقدم في الفرع بعمل ايه؟ بتروح لاقرب وكيل ليك. يعني ايه؟ شركه وي في كذا وكيل ماسكها، كل منطقه ليها وكيل. يعني منطقه وسط البلد ليها وكيل ماسك وسط البلد، عبد الخالق ثروت، السيده زينب، الدرب الاحمر، الكلام ده. فكل منطقه فيها وكيل، فيا اما بتقدم في الفرع يا اما بتروح للوكيل مباشره. بتروح بتقول لهم: يا جماعه طب انتوا محتاجين حد يشتغل؟ بيقولوا لك يا اما بيبقى فعلا في نقص في العماله فبياخدوك تعمل انترفيو، يا اما بيقولوا لك سيب بياناتك وهنتواصل معاك. انا لما جيت اشتغلت ازاي؟ كان في حد في الفرع ربنا يرحمه يا رب ويغفر له، بتمنى تدعوا له بالرحمه لان هو كان شخص كويس جدا. كنت انا شغاله في مكان ما تاني، وجيت قلت له ان انا متضايقه من المكان. عادي كنت في الفرع وكنت بتكلم عادي، فجي قال لي: طب ايه رايك ما تشتغلي معانا؟ قلت له: بجد هو ينفع؟ قال لي: طب ازاي؟ طب ابعتيلي السي في بتاعك. روحت بعتله السي في، تاني يوم لقيته باعت لي بيقول لي: روحي المكان الفلاني اعملي انترفيو. طيب بتخش الانترفيو بتعمل ايه؟ انا كده قلت لك انت بتقدم ازاي. بتخش الانترفيو بتعمل ايه او ايه الاسئله اللي بتتسال لك؟ انت بتخش الانترفيو بيقول لك اول حاجه عرف نفسك، الف ب، عادي حاجه بسيطه جدا. انت بتعرف نفسك بالانجلش مفيش اي مشكله. فانت بتعرف نفسك، بعد كده بيسالك سؤال بسيط مثلا يعني بيع لي حاجه، يعني بيشوفك مهارتك في ان انت تقدر تبيع، السيلز، فاهمني؟ ف بيسألك سؤال بسيط وخلاص، يعني بيشوفك بيقولك بقى بعد كده احنا شغالين بكذا، الراتب كذا، اجازاتنا كذا، ايامنا كذا كده، فاهمني؟ مواعيد الشفتات. مثلا لو فرع فيه مشكله، مثلا فرع ما فيهوش حمام، بيقولك الفرع اللي انت هتنزل فيه ما فيهوش مثلا حمام، فانت مناسب معاك ولا لا. هما بيقولوا لك كل حاجه للامانه، بيقولوا لك كل حاجه وانت في الانترفيو. بعد كده لما بتتقبل بتعمل عقد، بتمضي العقد وبتمضي على شيك او وصل امانه. هو زي عهدة، لان انت بتبقى في الفرع معاك راوتر، معاك خطوط، معاك حاجات، فالحاجات دي بفلوس، فانت بتبقى ماضي عهدة. طيب يا ياسمين العهدة دي ازاي يعني؟ انا هخاف ان انا همضي. في ناس كتير هتخاف بس انا ما خفتش. يعني انا لما رحت مضيت على شيك ب50,000. الشيك ده اول لما مضيته انا قلقت الاول شوية، بعد كده قلت خلاص عادي يعني مفيش حاجة. مضيت انترفيو، قال لك خلاص انت هتشتغل معانا وهتنزل معانا. احنا بقى محتاجين نعمل ايه؟ هتبتدي بقى تعمل بيانات هما بيقولوا لك عليها، زي فيش. لو انت لسه طالب وبتدرس بتعمل اثبات قيد من الكلية او المعهد اللي انت بتدرس فيه. بتجيب صور شخصية، شهادة ميلاد، صورة للبطاقة. دي البيانات اللي انا فاكراها والله دلوقتي، يعني ممكن ابقى اشوف لكم بقية البيانات وابقى انزلها لكم، بس دي البيانات الاساسية يعني. تمام. هما ما بياخدوش تعليم متوسط، يعني اقل حاجة بيبقى تعليم عالي، لان انت لازم تبقى تعليم عالي علشان الشغل هناك. فانت بيبقى معاك كلية او معهد.
ممكن ياخدوا طلب عادي. تمام. تمام. بتروح بقى تعمل العقد. بعد ما بتجيب الورق ده كله بتعمل العقد، تمضي العقد وبتمضي على شيك او وصل امانة. الشيك ده بيبقى بقيمة 50,000. الكلام ده انا مضيته كان ب50,000، ممكن يبقى زاد الله اعلم. بس الكلام ده كان من سنة، فانا كنت ماضية الشيك ب50,000. الشيك ده في ناس كتير هتقلق وهتقولك ايه امضي الشيك ليه امضي شيك؟ الشيك ده يعني زي حفظ امانة، لان انت بيبقى معاك راوتر، بيبقى معاك خطوط، بيبقى معاك حاجات كتير في الفرع، فالحاجات دي بفلوس، فده زي عهدة كده. في حين ان انت ساعات ممكن بعد كده لما تترقى تمسك الخزنة، فطبعا ده بيبقى مبلغ، فلازم يبقى فيه شيك. المهم يعني بتمضي الشيك وبتقدم كل حاجة وخلاص، بيقولوا لك بعد كده هتنزل الفرع امتى. طيب يا ياسمين، احنا اتقبلنا خلاص ومضينا الشيك وجهزنا ورانا وكل حاجة، بعد كده بيقولوا لك مثلا انت هتنزل الفرع من يوم كذا، مثلا من بكرة. فانت بتنزل الفرع في ميعادك ايا كان الشفت اللي هما بيحددوا لك. مثلا انت ممكن تنزل من الساعة 12 عادي. بتنزل بتروح تشوف الناس اللي معاك في الفرع. طبعا انت في الاول ما بيبقاش معاك يونيفورم، فبتلبس شميز ابيض وبنطلون جراي اظن، شميز ابيض وبنطلون جراي وكوتش اسود وطرحه موف لون اللوجو، يعني طرحه موف وبندانه سودا. بعد كده بتنزل الفرع تقعد مع الناس هناك. الدنيا بتبقى بسيطه. اللي ماسك الفرع او المدير بتاع الفرع بيقعد يتكلم معاك، بيفهمك النظام. بعد كده بيبتدي يحفظك الباقات. يعني ايه حفظني الباقات؟ يعني يقولك والله احنا عندنا مثلا باقة 140 جيجا، باقة 200 جيجا، دي الباقات الارضي. طب باقات التليفون باقة ب40 جنيه، باقة ب60 جنيه، باقة ب80 جنيه. انت مطلوب منك ان انت تبقى عارف كل باقة بتديك قد ايه، لان انت ده اللي هتشتغل بيه بعد كده. تمام. خلصت كل ده وتعرفت الدنيا تمام. بعد كده بقى بص بقى، احنا كده خلاص انا قلت لك الشغل، اليونيفورم، المرتب بقى هتكلم عليه دلوقتي. المرتب لما انا كنت شغاله كان 2700 تقريبا، والتارجت كان 1500، يعني تقريبا كان 4200 اظن. كان 4200. ممكن دلوقتي يبقى زاد الله اعلم، بس انا بتكلم ده من سنه. فكان المرتب 2700، التارجت 1500 قابل للزياده طبعا عادي، بس ده كان الحد الادنى يعني. التارجت ده بيبقى عباره عن ايه؟ عن خطوط، عن تقديم ارضي، عن تعاقد نت، كل ده عادي. طب يا ياسمين، هو انا ممكن ما احققش التارجت؟ ممكن، وارد، بس مفيش شهر ما بتقبضش التارجت. يعني ايه بقى؟ يعني انت ممكن ما تحققش التارجت كله. يعني مثلا التارجت بتاعك 100 خط، ممكن تعمل منهم 20، هتتحاسب على 20، بس هيجوا يقولوا لك خلي بالك انت ما حققتش الشهر ده، الشهر الجاي لازم تحقق. فاهمني؟ فالموضوع بيمشي كده. طبعا اي يوم اجازه، اي يوم بتنزلوا فول داي، كل ده بتتحاسب عليه. يعني لو نزلت يوم كامل من اوله لاخره بتتحاسب على اليوم كامل بعيدا عن القبض. يعني بتحاسب ان هو يوم عمل عادي، وبتاخد يوم ان انت نزلت اليوم ده شلته لوحدك. اجازات بقى زي العيد، زي رمضان، زي الكلام ده بينزل لك فلوس طبعا تتحاسب عليها. هم بصراحه للامانه شركه وي، للامانه يعني هي كويسه جدا في تعامل الفلوس. يعني هم بيدوك حقك في الفلوس. انت ليك جنيه بتاخده، بتبقى كل حاجه بالورقه والقلم. انت نزلت يوم كامل بتاخد اليوم بتاعك، نزلت نص يوم بتاخد النص يوم بتاعك عادي. كل حاجه بتبقى ماشيه بصراحه مظبوط لحد دلوقتي، مفيش اي عيوب. كل دي مميزات. ايه بقى العيوب؟ العيوب يا سيدي ان انت لو نزلت في فرع صغير الضغط عليك هيبقى عادي. يعني انا لما نزلت للاسف نزلت في فرع كان الفرع واقع. يعني ايه؟ يعني الفرع كان في مكان مش احسن حاجه، كل الناس ما معهاش خط وي، لان خط وي كمان شركه جديده، فالشغل عليها مش جامد زي فودافون واتصالات. يعني انت ممكن تبقى قاعد في فودافون وتلاقي 10 مره واحده دخلوا عايزين خطوط. في وي الموضوع مش كده. في وي انت اللي بتتحايل على الناس انها تاخد خطوط. ليه؟ لان الشبكه مش احسن حاجه، بتقطع كتير، النت فيها بيخلص بسرعه، كل ده. يعني خلينا متفقين. غير كده ان هي ما بتدكش هدايا او ضعف الشحن والكلام ده، ما فيهاش مميزات تغريك بعد كده. يعني فودافون لما بتيجي تشحن، ده مش اعلان والله، بس لما بتيجي تشحن مثلا بيدوك خصم على تمن الباقه، بيدوك ضعف الباقه. في وي ما فيش الكلام ده، ما بتاخدش الكلام ده غير في الاعياد. ف
ده اللي انا بتكلم فيه. العيب بقى اللي كان بالنسبه لي انا كياسمين اللي خلاني ما قدرتش ان انا اكمل، ان انا زي ما قلت لكم كنت نازله في فرع صغير، كان محتاجين ان احنا نحقق التارجت، وانا نزلت كنت انا وولد كمان اللي نازلين تريننج 3 شهور، وكان في واحده في الفرع دي الاساسي. فانا لما نزلت طبعا كان في منافسه بيني وبين اللي لسه نازل معايا، عايزين نثبت نفسنا. بس للاسف اللي كان نازل معايا، يعني عارفين اللي بيبقى عايز يوقعك، هو كان بيوقعني. يعني انا مثلا لو حد معايا ممكن اساعده، هو ما كانش بيساعدني. فدي كانت اول مشكله. تاني مشكله، هو ماشي يعني هو مشي وانا فضلت قاعده، بس تاني مشكله بقى بعد كده ان الخطوط بقت محتاجه ان انا احقق التارجت. الموضوع جديد، انا قاعده في الفرع بستنى اللي بيخش الفرع، لا اتقال لي بعد كده انه لا ما ينفعش، اخرجي اوت دور، اتكلمي مع الناس بره في الشارع، قولوا لهم يا جماعه احنا عاملين عروض على الخطوط، عندنا الخط الفلاني بكذا. فانا كياسمين انا ما ينفعش، او ده مش اسلوبي ان انا اوقف حد في الشارع. فلما كنت بوقف بنات بس او سيدات بس، فلا ما ينفعش وقفي كل الناس. فانا مش هوقف شاب واقول له انا عندي خط، هو هياخدها بطريقه تانية، فاهميني؟ فدي كانت بالنسبه لي المشكله، ان انا مش هعرف اعمل ده. طبعا مدير الفرع كان بيزعق معايا، ولا ما ينفعش وازاي وقفي، وكان بصراحه يعني كان بيقف يتعاون معايا، طب اقفي، طب بصي اعملي كذا، طب احنا عندنا عروض، اقفي وحاولي واعملي وسوي. بس بصراحه ما عرفتش، يعني لقيت ان انا الموضوع هيبقى صعب عليا ان انا اعمل كده. ممكن يبقى الموضوع حلو جدا مع الشباب، لكن معايا انا ما كانش كويس. يعني انا كياسمين ما اعرفش اعمل ده، بس يعني كان اللي بيخش لي الفرع كنت بتعامل معاه، وعندنا مثلا عروض على كذا، مش عايز خط، طب خد كذا، طب احنا عندنا بكره كذا، عادي كنت بعمل شغلي جوه الفرع. لكن بره الفرع فلا. فدي المشكله اللي كانت مقابلاني. في حين ان بعد كده مدير الفرع يعني حصل بينا تاتش، فانا مشيت عشان كده، قدمت استقاله عشان كده. لكن يعني الشركه زي ما قلت لكم هي كويسه جدا. انا قعدت شهرين بعد ما سبت الشغل، الشهرين دول انا بيجيلي فلوس. طب ايه الفلوس اللي بتجيلك؟ ايام بقى كنت نازلاها فول داي، ايام كنت نازلاها مواسم فكان بيجيلي فلوس. فهم في حته الفلوس بصراحه كويسين جدا 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 جدا، يعني لو ليكي حق هتاخديه. لكن عيبهم التارجت. فهو ده يعني ايه، لو انت شاطره في ان انت تهندلي عميل، او ان انت تقدري تخرجي تقفي مع عميل على حسب المكان اللي انت فيه. بس انا بكلمكم عن الفرع اللي انا كنت فيه. الفرع اللي انا كنت فيه كان سيء، كان مع الناس اللي فيه مش عاوزه خطوط، يعني مش معترفين بالشركه، اللي خد خط مره باظ منه فطبيعي مش هيكررها تاني. فما كانش حد راضي خالص ان هو ياخد مني الخطوط. كنت بحقق التارجت، اول شهر حققته، تاني شهر حققت النص، تالت شهر تقريبا حققت النص او اعلى من النص بحاجه بسيطه. بعد كده قدمت استقاله، قعدت 15 يوم. فخلاص بقى ال 15 يوم دول انا شغاله كاشير، اللي بيخش بيدفع خلاص تمام، ما بهندلش بقى، ما بقولش العميل يعمل ما تعملش، ماليش دعوه، فاهمني؟ فبس. فلو هنتكلم بشكل سريع، شركه وي شركه كويسه جدا، لو انت هتشتغلي معاها كويسه، ان هي بتديكي حقك، بتديكي كل حقوقك. يعني هم عندهم حقانيه في حته القبض والمرتب والفلوس، ولو انت نزلتي يوم كل ده بصراحه. عيبها الوحيد التارجت، وان لو النت خلص، او عميل مثلا مش مستوعب يعني ايه النت خلص، او يعني ايه الشبكه مسروقه، او يعني ايه مثلا حصل عطل عام فالنت وقف، العميل هيخش يشتغل في المكان ده لازم يبقى قلبه ميت، لازم يبقى يعني ايه ابن سوق كده زي ما بيقولوا، بيعرف يتعامل في المواقف، جريء. فده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون الفيديو فاتكم ولو جزء بسيط. قولوا لي لو حابين اكلمكم عن اول شغلانه اشتغلتها، واول قبض اشتغلته وخدته عملت بيه ايه، وايه هي كانت اول شغلانه. انا اشتغلت كذا حاجه، فالحاجات دي كلها ممكن اكلمكم عنها بحكم ان هي انا اشتغلت فيها فتره كبيره، فهتفيدكم اكيد. فاكتبوا لي في الكومنتس تحت ايه رايكم في الفيديو ده، وعاوزين الفيديو جاي عن ايه، اكلمكم عن اول شغلانه اشتغلتها ولا لا. وبس، هتوحشوني جدا 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 جدا. اشوفكم الفيديو الجاي، وبس كده.